السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا حلوين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من وصفات العيد. بما ان ورق العنب لسه موجود، كلنا عايزين نعمل طاجن ورق العنب اللي باللحمة. ممكن جدا تستبدلي اللحمة بالكوارع، هقولك ازاي واحنا شغالين. بصوا المنظر يا جماعة، تحفة. هقولك ازاي تحطي اللحمه تبقى مستويه وتبقى في نفس الوقت طريه مش مفتله معاكي، وازاي ترصي ورق العنب حوالين اللحمه بحيث ان هو يطلع معاكي مظبوط لو حابه انك تقدميه بالطريقه دي. يلا بينا نبدا الوصفه سوا مع بعض. باركولنا جبنا لحمه عقبالكم. بصوا اول حاجه هعملها ايه، اشطف اللحمه شطفه بسيطه. انا بحب اللحمه اللي تتحط في طاجن ورق العنب تكون من الموزه. حطيت معلقتين اتنين من الزيت، لسه ما سخنش طبعا، هستنى شويه. اول ما تسخن هنزل اللحمه بتاعتي. تمام. نزلت ايه، نزلت لوري وحبهان بصل، ولو عندك جزر حطي هتبقى حلو جدا، وكمان رشه بسيطه من بهارات 7 حبات، فلفل اسود وطماطمايه. دي بتبقى حاجه جميله قوي في قلب الشوربه. تمام. جربي الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي في الشوربه، هتطلع معاكي شوربه تحفه. وكمان ريحه للحمه كده، بتقفلي المسام بتاعت اللحمه وبتاخد معاكي لون، ما يطلعش معاكي ريم ابدا، وتطلع اللحمه ما فيهاش اي زفاره. بصوا انا حاطه كمان واحده نجمه ينسون، دي بقى بتخلي اللحمه والشوربه في حته تانية خالص. تمام. لو عندك فصين كمان مستكه حطيهم. بعد ما اللحمه تتشوح من الناحيتين بنزل عليهم بميه مغليه، ميه تكون مغليه. تمام. وبغطي اللحمه بيها خالص. ومع اول غلوه للحمه، بصوا الشوربه رايقه ازاي. مع اول غلوه للحمه بنقلها على عين واطيه واسيبها تستوي. انا من الناس اللي بتحب تسوي الحاجات يا جماعه على نار هاديه، التسويه بتكون افضل، الطعم بيكون احسن. التسريع في عمليه التسويه ما بتديكيش نتيجه ولا طعم حلو. تمام. اللحمه عندي بعد ما اتسلقت اهي تقريبا 80% بس. جبت بصلايه بشرتها، حطيت عليها معلقه سكر ومعلقه ملح وصغيرين طبعا، وفلفل اسود، ودعكتها كويس جدا. وعندي الطاجن اللي انا هشتغل بيه او فيه، مسكت اللحمه دعكتها بالبصلايه المبشوره ورصيتها في الطاجن من تحت، وببتدي بقى اقفل عليها ورق العنب. ليه عملت كده؟ اللحمه من تحت على طول، اولا الطاجن بتاع ورق العنب ما بيلزقش، وبما انك هتقلبيه علشان تقدميه كده، او لو حتى هتقدميه زي ما هو، لو هتقدميه زي ما هو تبقى اللحمه فوق الوش، لو هتقلبيه يبقى اللحمه تكون تحت. وما تقلقيش، مفيش حاجه بتلزق خالص، الدنيا معاكي، التسويه بتكون في الفرن لذيذه وسهله جدا، ما بتحتاجيش اي اختبارات. درجه الحراره بتكون على 200. الطاجن بيتقفل كويس بقلب الفويل، وبيخش بالظبط ساعه في قلب الفرن، بتطلعيه مستوي تماما، ما بيبقاش محتاج فيه اختبار، لانك الوقت مع درجة الحرارة التوزيع بتاع النار بيكون كويس ومظبوط، بيطلع معاكي احلى تسوية لورق العنب. طب لو انا عايزه اعمل كوارع، هتكون برضو مستوية 80% او 85%، وال10% او 15% الباقيين دول هتكمل تسويتهم مع ورق العنب. بس الكوارع مش هنلفها بالبصل اللي بالسكر والفلفل الاسود والملح، لا، هتعملي لها طشه زي طشه الكوارع كده اهوت بتاعه الفته، وتقلبيها بيها وهتحطيها في قلب الطاجن، ودي بتفرق جدا، الطشه اللي هي بالطماطم. الوصفتين احلى من بعض. عملت معاكم قبل كده طاجن الجوارع، بصوا يا جماعه بورق العنب، دي لحظه الانهيار. بصوا الجمال. الوصفة بتاعت النهاردة بسيطة وسهلة، أتمنى أن انتوا تجربوها. وأي تعليقات أو حاجات عايزين تكتبوها على حاجات لوصفات، اكتبوها لي تحت وإن شاء الله هرد عليكم. كل سنة وانتوا طيبين.